مرحبا بكم من مطبخ تلمسان. اليوم سوف أقدم لكم وصفة العجينة البريزي، هي لاباط بريزي. نحتاج إلى 300 غرام فرينة، 125 غرام زبدة طرية، شوية الملح وقليل من الماء بارد. في البداية الفرينة أولا اللي هي 300 غرام، نزيد لها 125 غرام من الزبدة طرية. في الحقيقة الوصفة الأصلية هي 250 غرام فرينة ونزيد لها 125 غرام من الزبدة، بصح أنا راني نعمل 300 غرام من الفرينة مع 125 غرام من الزبدة، والعجينة تجيني طرية. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. زيدوا قليل من الملح، انا ما نعملش بزاف الملح، مي كل واحد يعمل على حسب الذوق. والماء تنجمعوا به العجينه. اذا ندخل الزبده في الفرينه ديالنا، نسيو نحاولوا باش ندخلوها مليح مليح. العجينه البريزي هي عجينه ما خصناش نعجنوها، خصنا غير نجمعوها باش تجينا طريه. كون نعجنوها تجينا يابسه. اذا نعاودوا بهذه الطريقه نحكوا الفرينه مع الزبده بهذه الطريقه. كي نتاكدوا باللي الزبده دخلت نضيفوا الماء غير بشويه بشويه. الماء ما نقدرش نعطيكم مقدار محدد، الماء على حسب الفرينه، نوعيه الفرينه. كاين فرينه اللي تشرب بزاف الماء وكاين اللي ما تشربش الماء. اذا الماء يكون بارد معنا، نبداو نضيفوا غير بشويه، نحاولوا نجمعوا. نزيدوا قليل من الماء. اذا عجينه البريزي نستعملوها بزاف في الاطباق ديالنا، سواء كانت مالحه او حلوه، يعني عندها استعمالات عديده. نستعملوها في لي صالي ونستعملوها في سكري، في لي طارت، لانها كوم فون دو طارت. ها هو جمعنا العجينه ديالنا بهذه الطريقه. نسيو نطموها مليح مليح. اذا عجينه البريزي اصبحت جاهزه معنا. كان عندي نص كاس تاع الماء، خديت بالتقريب الربع ديالو، وكل واحد على حساب ما يحتاج. اذا هي دي عجينه البريزي. في هذا الوقت نوضعها في كيس بلاستيكي، دو فيلم اليمونتير ولا كيس بلاستيكي، نوضعوها فيه باش نحطوها في الثلاجه قبل الاستعمال. دائما نحطوها في الثلاجه على الاقل ساعه من قبل. اذا هذه هي عجينه البريزي، تكون صايف في هذه المرحله راها صالحه للاستعمال. نحيوها في الثلاجه. نوري لكم لي مول اللي نقدروا نعملوا فيهم عجينه البريزي. نقدروا نعملوها في قوالب فرديه، يعني دي مول انديفيدوال، راهم انواع واشكال في الاسواق. ونقدروا نعملوها في لي مول كبار هكذا. واللي ما عندوش كامل يقدر يعملها حتى في الطاجين عادي. اذا ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر باش نشوفوا الاستعمالات ديالها، ومع السلامه.